ايه اللي بيحصل في العيد؟ اول يوم عيد فطر اسرائيل بتخرق هدنه وقف اطلاق النار، مش لاول مره طبعا، وبتستهدف العائلات وقت ما هم بيعيدوا، بتقتل مدنيين واغلب الضحايا من الاطفال، وصور مفزعه للاطفال تحت الانقاض وهم ماسكين العيديه. حصيله اول يوم بس حوالي 50 شهيد. تاني يوم عيد اسرائيل بتواصل قصف غزه وبتواصل غاراتها، برضو ضحايا من المدنيين بيتجاوز ال 35. حماس اعلنت ان الضحايا او الشهداء اول يومين عيد جاوزوا ال 80، وبيستهدف مجمع طبي، ساحه مدرسه تابعه للأونروا، وعياده تبع للأونروا. القاده الثقيله بقى الدفاع المدني في غزه عمل مؤتمر صحفي اعلن فيه ان 14 من طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني تم اعدامهم في رفح. اعدام الاحتلال الاسرائيلي 14 فردا من طواقمنا وطواقم الهلال الاحمر والأونروا في رفح. على الرغم من ان هم كانوا لابسين زي الدفاع المدني والهلال الاحمر ورايحين في سياره اسعاف، تم تدمير اخر سياره اسعاف متاحه في رفح وتل السلطان. قالوا ان هم لقوا جثث الطواقم بتاعتهم، واحد الافراد لقوه مقطوع الراس. تم العثور على الجسامين الطاهره مكبله الايدي ومكبله الاقدام وعلامات الرصاص ظاهره في الصدر والراس، واحد طواقم الدفاع المدني وجدناه مقطوع الراس. كل ده حصل في يومين العيد. انت بقى اخبارك ايه يا برو؟